تعال افكرك في يوم 26 ديسمبر ايه اللي حصل. كل مره بتكلم عن يوم حصل في سنه معينه، النهارده هنتكلم عن 26 ديسمبر عموما بيحصل فيه ايه كل سنه. 26 ديسمبر من كل سنه بيحصل فيه حاجه اسمها البوكسينج داي. بالمناسبه هو السنه دي اتلغى، بس اللي كان حاصل كنا نسمع عن البوكسينج داي، الفرق كلها بتلعب في اليوم دوت او على الاقل 8 مباريات بتتلعب في اليوم دوت، وكنا بنستنى اليوم ده جدا. بس هل حد يعرف اصل اليوم دوت ايه؟ الكلام اللي بيقال ان هو البوكسينج داي اصله كان زمان في بريطانيا في القرن ال 19. كان الكنائس بتوزع بوكسز على الناس الفقراء، بيبقى فيها اكل وبيبقى فيها طعام ليهم بمناسبه الاعياد بتاعه الكريسماس اللي هي كانت يوم 25. وكمان يوم 26 دوت كان بيقول لك اصحاب الاعمال بيوزعوا كريسماس بوكسز على العمال اللي شغالين عندهم برضو بمناسبه الاعياد. فهم كانوا بيستغلوا العطلات ديت عشان يعملوا في اليوم دوت ماتشات، وطبعا بعيد عن يوم 25 اللي هو يوم العيد نفسه. فكانوا يستغلوا العطله ديت وبيجوا يوم 26 ويلعبوا ماتشات للفرق كلها. ده كان بيساعدهم ان بيخلي ناس كتير، فئات كتير ما بتعرفش في الايام العاديه تتفرج على الماتشات، اليوم دوت يستغلوه ويتفرجوا على الماتشات. نتيجه لدوت كان بيحقق ارباح عاليه قوي للانديه، لان كان الملاعب وقتها فعلا كان كل الملاعب تقريبا بتبقى ممتلئه على اخرها. فقرروا ان هم يكملوا في الموضوع دوت، واصبح بعد كده عاده ليهم. الكلام ده اللي كان في زمان، مش دلوقتي في وقت البث التلفزيوني، لا زمان. فدلوقتي اصبح ان هو عاده وفضلت مكمله لحد اليوم اللي احنا فيه النهارده. بس جم السنه دي ولغوا الموضوع دوت، بصراحه مش عارف هم لغوه ليه لحد دلوقتي. ده كان يوم كويس والناس كلها بتستناه في العالم كله، المتابعه للدوري الانجليزي. ممكن يرجعوه بعد كده، بس انا قلت اعرفكم اصلا ايه هو البوكسينج داي وبدأ ازاي والمسمى حتى بتاعه جه منين. انا كده خلصت كلامي، اشوفكم بكره ان شاء الله. تعال افكرك.